النهاردة عندي ليكم وصفة ولا أروع. كيكة التمر بالصوص الكراميل والكروكان. شوفوا جمالها مش معقول. دي اللي بيسموها بالإنجليزي الستيكي توفي كيك. أول حاجة هنقع التمر في القهوة، ودي خطوة اختيارية. بعد كده هكرمل عين الجمل اللي هو الجوز. نحط السكر في حلة غير قابلة للصق ونسيبه يدوب على نار متوسطة. لما السكر كله يدوب ويبتدي ياخد اللون الذهبي الغامق اللي هو لون الكراميل أو الكهرمان، هنضيف الزبدة ونقلب لغاية لما تسيح. ولما تسيح هنضيف المكسرات. في الحالة دي هنستخدم الجوز ونكون مكسرينه شوية، وهنقلب بسرعة لغاية لما كل الجوز ياخد طبقة من الكراميل. هنشيل الخليط من الحلة ونحطه على ورقة خبز أو على سيليكون شيت ونفرده بسرعة ونسيبه يبرد. لما يبرد الكروكان هقطعه بالسكينة الحجم اللي أنا عايزاه. في جزء قطعته صغير عشان احطه جوه العجين، وفي جزء سبته اكبر عشان هزين بيه الكيكة. هناخد التمر اللي كنا نقعينه في قهوة، هنصفيه من القهوة وهنحطه في حلة ونضيف عليه مية. لما يغلي الخليط هنشيله من على النار وهنضيف له معلقة بيكنج صودا ونقلبه. الدقيق هضيف عليه معلقتين ونص بيكنج باودر ومعلقة بيكنج صودا وهقلبهم مع الدقيق. الزبدة هخفقها على سرعة عالية لغاية لما تكون هشة وفلافي ويبتدي لونها يفتح. بعد كده هنضيف السكر وهنخفقهم مع بعض لغاية لما يختلطوا. هضيف 4 بيضات ومعلقة فانيليا وهقلب. هخفق لغاية لما كل المكونات تختلط مع بعض. هضيف بقى الدقيق وهقلب تقليبة بسيطة جدا. لو نقدر نقلب على الإيد برضو يكون كويس، كل ما نقلب أقل كل ما يكون احسن. المهم بس ان المكونات تختلط. اول ما تختلط خلاص هنوقف تقليب. بعد كده هضيف خليط التمر وهقلب بطريقة التطبيق من فوق لتحت بشويش جدا. واللي يحب ممكن يضيف شوية شوكولاتة، ولو شوكولاتة غامقة بتكون احلى. يكون مقطعها رفيع جدا او بشرها، ودي خطوة اختيارية بس بتدي الحقيقة نكهة جميلة جدا للكيكة. برضو هنضيفها ونقلبها بطريقة التطبيق فقط لغاية لما تختلط. نكون مجهزين قالب تشيز كيك وحاطين فيه ورق خبز في القعر، ونحط نص العجين اللي احنا جهزناه. وعلى وش طبقة العجين دي هضيف الكروكان اللي احنا مجهزينه. اللي مكسل يعمل كروكان او ما بيحبوش ممكن يضيف عين جمل فقط، وممكن ما نضيفش مكسرات خالص لو مش عاوزين. بس طبعا الكروكان والمكسرات بيضيفوا اضافة حلوة، وقرمشة الكروكان مش عايزة اقول لكم جميلة قد ايه. بعد كده هضيف الجزء التاني من العجينة ونكون مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، وندخل الكيكة في الفرن. وحسب حجم الكيكة وحسب الفرن هتاخد في حدود 40 دقيقة. والكيكة في الفرن هنجهز صوص الكراميل اللي هو مفيش ولا أروع ولا أسهل. في حلة تكون قعرها سميك هناخد سكر مع زبدة مع كريمة خفق مع عسل، ونسيبهم يدوبوا مع بعض على نار هادية. لما استوت الكيكة طلعتها من الفرن وسبتها تقريبا 10 دقايق تهدى شوية، وبعد كده نقلتها على الطبق اللي انا هقدمها فيه. لانه هي لسه سخنة هضيف عليها صوص الكراميل. ومهم ان احنا نضيف صوص الكراميل والكيكة سخنة، بيفرق جدا جدا في الطعم. مهم ان انا اغطي الكيكة كلها وباخد من اللي بينزل على الجنب وبغطي الجناب كمان بالصوص، بحيث ان كل الكيكة تكون متغطية بصوص الكراميل. اخر لقطة بقى بعملها وبرضو بعملها وصوص لسه دافي، هي ان انا بحط الكروكان او العين الجمل على الوش عشان يمسك جوه الصوص. بزين الكيكة بقى على مزاجي وبس. كده خلصت الكيكة التحفة دي بجد ولا أروع. لازم تجربوها، وبألف هنا وشفا.